العيال دي مش هتيجي ولا ايه؟ العيال دي مش هتيجي ولا ايه؟ السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طب يا جدعان دلوقتي في ناس كتير قوي منكم لازم تركز في كل لحظه وفي كل دقيقه في الفيديو ده، لان الورطه والمشاكل اللي احنا كنا خايفين نوصل لها دلوقتي يعتبر خلاص احنا دخلنا فيها، دخلنا في الجد ودخلنا في الحوارات ودخلنا في المشاكل، وبدا الحرب بالفعل يدور الفتره الجايه دي. فكل اللي انا محتاجه من كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي، المفروض ان احنا دلوقتي انا ومحمد موجودين علشان خاطر المفروض نروح نسلم حته الاثار للعصابه. بس طبعا سلم واستلم ده المفروض ان هو مش هيتم ومش هيحصل. يا جماعه اهم حاجه كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي تنزل تحت تعمل لايك للفيديو، علشان اللايك ده بيساعد في انتشار الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه تقدر تشترك في القناه دلوقتي وتفعل زر الجرس علشان لما ننزل اي فيديو يوصل لك الاشعار على طول. ايوه المفروض ان البوس دلوقتي قاعد هو وجوز الرجاله معاه ومستنيين ان احنا نروح نسلمهم حته الاثار علشان خاطر نبدا ان احنا نكمل الشغل ما بيننا وما بينهم تاني. بس لو رحنا هيخلصوا علينا. وفي نفس الوقت برضك عايز افهمكم على حاجه يا جدعان صغيره. المفروض ان عبد الرحمن بعت لنا فيديو دلوقتي للناس ديت، هوريهم ليكم دلوقتي بحيث انكم برضك تبقوا عارفين كل حاجه ونبدا نرستق ونشوف كل اللي هيحصل بعد كده هيبقى ايه. ده اللي انت ساكت فيها يا ريس. تجيب العيال تجيب طلبنا، والعيال لما تجيب طلبنا العيال دي خاينه خلصوا عليه. طلبنا منك كده يا ريس من الاول، كنا خلصنا على ام الواد ده. مع الحته مش هنشوف الحته هي كده، هم يجوا الحته ويعملوا حسابكم ودبروا نفسكم ان هم تخلصوا عليه. ما خاينه انتوا تعملوا حسابكم لما يجوا تدبروا نفسكم وتخلصوا عليه، ما ناخد حاجه. يعني ساعة ما تبقوا بالحته نخلص عليه. خلاص يا ريس، اخدان الحق ايه؟ عرف تمام من عينينا يا ريس. خلصوا عليهم هم يجوا نخلص على ابوك يجيبوا طلبنا وخلصوا عليه من عينينا يا ريس. المفروض يا جدعان ان الفيديو دوت عبد الرحمن صوره او الناس اللي معاه صوروه لاجل ان احنا كنا اصلا موجودين هناك، ما كناش احنا بنصور علشان خاطر نطلع محمد اسامه من تحت ايديهم. فمن التصوير اللي انتوا شفتوه دلوقتي الرجاله ناويين يغدروا بينا، فاحنا مش هنلعب على الحوار خالص. كل اللي احنا هنلعب عليه ان المفروض هيحصل مكالمه ما بيني وما بين البوس الكبير دلوقتي. هبدا ان انا ارن عليه واقول له يا باشا الخطه اللي كانت ما بيننا وما بينك ان المفروض بعد ساعه نيجي نسلمك الحته، الخطه ديت فشكلت. بمعنى ايه فشكلت؟ بمعنى ان احنا عايزين مليون جنيه علشان خاطر تستلم الحته. كل ما في الامر ان احنا عايزين نامن نفسنا باكبر قدر من الامكان، لان احنا جالنا فيديو ان الجماعه دولت عايزين يخلصوا علينا من الاخر، فاحنا لازم نامن نفسنا يا عم بكر من الناس دي. يعني القصه من اخدان الفلوس او المليون جنيه دي مش ان احنا عايزين المليون. السلام عليكم. ايوه حبيبي خير. بقول لك ايه، بس انا برن على البوس، انت بترد من تليفون البوس ليه؟ انا اللي برد على تليفون الباص. طيب دلوقتي يا باشا الخطه اللي ما بيننا وما بينك الخطه ديت فركش، ومفيش حته هتستلموها قبل ما محمد يجي لكم لحد المكان اللي عندكم وتسلموه مليون جنيه وقتي. كنت فيها روح امك اللي غيرتها. يا كبير بالهداوه وبالروقان، بلغ البوس اللي معاك ان احنا عايزين مليون جنيه. اول ما يقول لك تمام محمد هيجي لك لحد عندك ياخد المليون جنيه، يطلع محمد ويرن عليا ويقول لي ان هو امان، هبدا ان انا اجيب الحته واجي لك لحد عندك اسلمها لك. غير كده غدر من اي حد فيكم لمحمد او ليا، احنا كلنا هنروح ورا الشمس بالفيديوهات اللي احنا مصورينها دي. انت بتهددنا يا حبيبي؟ لا يا باشا مش تهديد، انا طالب مليون جنيه مقابل الحته اللي انا هسلمها لكم كمان شويه. اشوف الريس وارجع لك. شوف يا باشا الريس يا باشا وانا معاك على ما التليفون. تسمعوا يا عم، ما تفتح وتسمعوا، ايه المشكله؟ يا ريس ده بيقول لك عايزين مليون جنيه. مفيش الكلام ده يا ابني. مفيش الكلام ده يبقى مفيش. سمعت بودانك يا حبيبي؟ لا يا باشا انا ما سمعتش. لا ما سمعناش بس مصدقينك يا باشا. خلاص يا باشا مفيش الكلام دوت يا باشا، يبقى مفيش حتت. ازاي مفيش حتت يا ابني؟ هتسلمنا مليون جنيه هنسلمك الحته اللي انت عايزها. يا ابني انتوا بتلعبوا بالنار يا حبيبي. عادي، ما احنا كده كده بقت حرب وكلنا موجودين فيها. طب انا غصب عنك انا اخدها. لا مش غصب عني، مش غصب عني صدقني. اوعى تكون مفكر ان الفيديوهات اللي العيال دي هتنفعك لما تقدمها للحكومه. يا حبيبي ولا هتنفعني ولا مش هتنفعني، انا طالب دلوقتي مقابل للحاجه اللي انا بديها لك، وانا شغال معاك لله وللوطن. انت هتقدر تجيبنا غصب عننا، معنى الكلام ان احنا عارفين. لا احنا عارفين الكلام ده كويس قوي، علشان كده احنا بنقول لك يا معالي الباشا انا هاجي بنفسي، ما بقولش حضرتك ابعتهم على فودافون كاش، لا انا هاجي لك. حلو الكلام، هاخد الفلوس فاهمني، وبما اننا عارفين انك شوكتك عافيه فاحنا عمرنا ما هنغدر بيك، بس فانت قلقان ليه؟ انا بلاش يا حبيبي. طب خلاص زي الفل، ادينا قرارك السريع بقى يا بطل يلا. تجهز مليون جنيه يا باشا، محمد هيجي يستلم، محمد هيطلع من المكان عندك يقول ان هو استلم الفلوس والدنيا تمام، هبدا ان انا اجي لك واديك التمثال اللي انت عايزه. هتجيلي بعد ايه؟ قد ايه لما محمد ياخد الفلوس؟ محمد هيمشي من هنا يا باشا نص ساعه، بعد خروج محمد هتلاقيني انا ناطط عليك. ما جيش بعد نص ساعه بس الرجاله تفرق بيكم انتوا الاثنين. ماشي يا باشا، ابعت الرجاله تقطعنا ايه يا بني. بجيب الفلوس اللي انتوا هتاخدوها دي برضه عشان يبقى انت فاهم. تمام يا باشا، المليون جنيه جاهزين عندك اصلا؟ بعد لي محمد. تمام يا غالي، محمد مسافه السكه هيكون عندك. السلام عليكم.
طب يا جدعان ماشي، ابدا انت تتحرك وروح على هناك تمام، واول ما تخلص يا محمد انا هستناك في مكان تاني تمام، بس هبقى قريب منك. لا هبقى قريب منك تمام. اول ما تخلص يا محمد ادينا رن التليفون، قول لي انك انت طلعت من تحت ايديهم تمام. المفروض يا جدعان دلوقتي محمد يبدا ان هو يروح يستلم، وبعد ما محمد يستلم هبدا ان انا اخد محمد ونشوف الفلوس والدنيا ضلوا تمام، لان في اخر الفيديو في مفاجاه انا محضرها ليكم وهتعجبكم جدا. اول ما نبدا ان احنا نخلص خالص وناخد فلوس منهم هنبدا ان احنا نصور المفاجاه في الاخر. السلام عليكم يا ريس. الفلوس يا معالي الباشا. عايز ايه؟ الفلوس. عايز الفلوس؟ امال يعني لا مؤاخذه هاجي اناسب حد من الرجاله؟ قلبك جامد معلش والله، قلبك جامد. انا عمال تعمل لي وش ليه انا؟ وفي ايه؟ يا ريس لازم قلبي يجمد، معلش ما نتنامش شويه. انا اتعرضت للموت مره واثنين، وصاحبي مره واثنين، واصحابي مره واثنين، ما ياخدش الراحه اللي خليها يا ريس، واللي بيني وبينك شغل. هات لي الفلوس يا ابني، هات لي الفلوس. يا ريت بعد اذنك عشان الوقت بس. هات الفلوس يا جدع. يا عمي ما قلنا مره ما ياخدش الراحه اللي خلقها واللي عندكم بيعملوها. ولا ما تعليش حسك يالا. انا اسف ليك يا كبير، انا بتكلم على رجالتك بس، انما انت مقامك محفوظ طب يابا. خلاص تمام ماشي، واحنا نعرفك رجالتك هنعمل معاك ايه؟ الفلوس اهي. نتكلم بقى بعدين، مش كل حركه بتعمل بيلاقي حق بناخده بطريقته. لا ما انت قلبك جامد. انت بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ اصل يا كبير، يا كبير وتختار رجالتك. سلام. يلا سلام يا سيدي. نص ساعة زي ما اتفقتوا تبقوا هنا. الله نص ساعة ما كنتوش هنا هيجي يخلص عليكم. الله يا ريس. تعال بتلف وتدور وانت كده رحت رميت الفلوس كده مره واحده كده اهو. على بس ما يجيبوا لنا الطلب. والله يا راس احنا رجالتك وتحت امرك وانت ودماغك بقى. حاسس ان انت حنين لهم قوي مش عارف ان انت ليه. ترمي له مليون جنيه عشان ياخدوا ويمشي كده، ده غلط برضه. هيجيبوا الحته غصب عنهم. خلاص يا راس اللي انت شايفه. انا اللي انا شايفه يا ريس ان انت بتعز العيال ده اكتر مننا احنا يا ريس. انا مش عارف هو بيعمل ايه كده. اللي انا شايفه انا كده. تحت امرك يا راس بقى اللي انت شايفه. يا محمد يا باك انت فين؟ مالكش دعوه انا فين، انت فين دلوقتي؟ خدت الحاجه ولا ما خدتش الحاجه؟ انا خدت الفلوس وخرجت يا باك. خدت الفلوس؟ خدت الفلوس وخرجت. اتاكدت ان هي فلوس يا محمد؟ ايوه يا عم، امال يعني ورق مناديل. طيب ماشي، شفت الحد اللي بيودينا على الترعه؟ استناني هناك، انا هتحرك اجي لك دلوقتي على هناك. خلصانه بس ما تخافش، ما ماشي. تفتحش عشان تفهم مسيطين. ها خلاص ماشي ماشي ماشي. يلا سلام. سلام سلام. المفروض يا جدعان ان احنا نروح نتقابل دلوقتي على الحد هناك عشان خاطر برضك نطمن ان الفلوس تمام، وبعد كده بقى نشوف اللي هيحصل، لان اللي هيحصل دوت لسه محدش فيكم يعرفه خالص. العيال دي مش هتيجي ولا ايه؟ العيال العيال دي مش هتيجي ولا ايه؟ هو في ايه؟ العيال دي بتتكلم علينا يا راس. ده نص مليون يا عم، في ايه يا عم؟ يا ريس ما انت اللي بتثق فيهم يا ريس، ما انت اللي حاطط بص مش عارف انت رامي فلوسك كده ليه؟ ما عدى اللي اقول لك بس عليك يضحك علينا. طب هنعمل ايه يا ريس دلوقتي؟ العيال دي لازم تيجي. حاضر يا ريس. رن عليكم يا ريس. الو. يا نهار اسود يا جدعان، بس عليك يضحك علينا يا عم انت. مش جايين؟ مش جايين العيال دي تيجي. انتوا مش جايين وحياة دين امك لاجيبك. العيال دي بتيجي. ايه؟ حمرا؟ انا هعرف اجيبك بقى. يلا يا حبيبي. انت تجيب لي رجابيهم هنا. هات لي بندقتين من جوه جبل. حاضر يا ريس. ايه يا ابني؟ صور دي دلوقتي انت بقى عشان نبعت لك كل حاجه، فلوس ايه؟ لعبت يا ابن اللعيبه. اتاكدت ان هي سلام ولا فلوس سكه؟ عبيط يالا، فلوسي يالا. في ناس دلوقتي المفروض ان هم جايين لينا، ناس مشاركانا في دول. الناس اللي جايه دلوقتي جايه وفي ما بيننا وما بينهم مصالح فوق العظمه بشويه، لا عايزك ترتبك ولا عايزك تخاف، علشان انا وانت حاسس انا ما بخافش، بس ناس مين فهمني. بنسبه 99% الناس اللي جايه ديت هيقتلوني، وبنسبه 1% مش هيقتلوني. ده اسميه ايه ولا؟ مش عايزك تخاف بس خف. فهم؟ لا انا ما بخافش، لا فهمني. هتحصل بس دلوقتي، هم داخلين اصلا علينا، المفروض ان انا كلمت يا جدعان، كلمتهم دلوقتي، المفروض ان هم داخلين علينا، واول ما يخشوا علينا انتوا نفسكم هتشوفوا كل حاجه، محدش يعرف عن الموضوع ده اي حاجه غير انا لوحدي، حتى محمد ما يعرفش عنه اي حاجه. اول ما الناس دي تبدا ان هي تيجي هنبدا ان احنا نصور على طول ونخش في الكادر وتشوفوا كل حاجه بقى قدامكم دلوقتي على الواقع. فهمني قبل ما يجي. مفيش فهم لحد ما هم يجوا وتفهم وانت تبقى حاضر معانا اللي بيحصل فتعرف. لا ما هو انا مش كده، لا معلش بس هم جايين احنا هنا اهو، تعالى ما ترنش، انا هنا اهو. هم دول اللي معانا؟ محمود انا ما بهزرش، هم دول اللي معانا؟ اتقل بس. انت يا ابني بتغفلنا ولا ايه؟ غفلك ليه يا عم؟ اهدى بقى.
انت ليه ما تلفنيش؟ معلم سيد انا هنا يا كبير. معلم سيد راجل قلب عليك الدنيا. ما هو لسه انا عارف انا بالحوار ايه ده 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 28 بودي جارد قلبين عليكم الدنيا بالسلاح. بصوا يا رجاله، لا 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 فهمني. هفهمك اهو، هفهمك دلوقتي. المفروض ان الرجاله ديت يا ابني اهبط وضع جنبها اقعد الرجاله ديت بعد الاهانه اللي حصلت ليهم المعلم سيد كلمني وقال لي انا عايز ابقى معاك في الموضوع واللي يطلع يتقسم علينا كلنا. ده امتى؟ ده بعد ده ولا قبله؟ لا افهم. بعد ده بعد ده بعد ده يعني انت ما كانش عندك علم بده؟ لا هو انا يبقى عندي علم يا محمد خلاص تتعور. بس انت بقى خلينا افهمك بقى. وانت جاي تتعاتب احنا دلوقتي؟ كان لازم نثبت الدور قدام الراجل الكبير. طب ليه ما فهمنيش؟ يا عم عملنا اللعبه عشان ما يبانش ان احنا قدام ده انا الراجل. معاك يعني خوفا عليه 7 8 غرز انا يعني معاك خوفا تحتهم. يعني ايه يعني 7 8 غرز؟ ايوه كان لازم نثبت الدور قدام الراجل. تسبق الدور ب7 ولا 8 غرز؟ ايوه لا نسلم نفسنا اللي بقى ويخلص عنا كلنا. يا جدعان احنا كده بس انت عايزين كنت داخل خلصان. عايزين نمشي الدنيا مظبوط بس يا معلم سيد. اقعد يا كبير، طب انت عايز ايه مننا اقعد دلوقتي؟ يا كبير وريح دماغك فيها يا ريس. دلوقتي. المفروض ان الباشا بيدور علينا علشان يخلص علينا. احنا عايزين نلعب بقى على نمط ايه؟ الباشا احنا المفروض نخلص عليه قبل ما يخلص علينا. ده صح؟ اكيد. يعني احنا لو ما لحقناش نخلص عليه يا عم محمد هو هيخلص علينا. ايه الفايده؟ لو حاسس ان الكلام ده الرجاله لا دي يا هرم، معانا بس يا الكلام ده باشا بره باحترامي لحضرتك يا ريس انا هستفاد ايه؟ ما انت هتستفاد. اتفقت مع المعلم سيد ان الحتت اللي هتطلع هو ليه حته وانت ليك حته. حلو. انتوا كنتوا هتبقوا من ورا الريس هتاخدوا فلوس ماديه يا معلم صح؟ شهريه. بس دلوقتي انت ما يبقاش يعني انت ما نفسكش دلوقتي يبقى راسك براسه. يا ريت. معلم ماشي مين يبقى يديني يا نفسك عم شوية. وانا عايز انا كاره. يا ريت. انا يا باشا بقى اللي هديكوا ده بس مقابل ده ان احنا لازم ناخد منه الحته اللي معاه لان الحته اللي معاه يا معلم سيد هي اللي هتدلنا على الطريق بتاع باقي الحتت اللي موجوده تحت. فلازم نوصل للحته اللي معاه. انت تعرف مكانها؟ الحته دي هنجيبها ازاي؟ لا طبعا. خلاص يبقى احنا كل اللي احنا عايزينه دلوقتي ان انت هتروح للمعلم وتقول له ان انتوا مش لاقيين لينا اي اثر. تمام؟ تمام. وبعد ما تقول له ان انتوا مش لاقيين لينا اي اثر حاولوا دعبسوا في اي حاجه يا معلم سيد توصلكم للحته. وصلتوا للحته انا هعرف اوصل عرفنا للحتة على دي. مكانها وانا هبقى انا ومحمد هننط عليها وناخدها. بعد ما ناخدها لا الغي بقى كلمه انا ومحمد دي. فهمني معلش. انت ليه ما فهمتنيش ورستني من الاول على الكلام؟ هفهمه انا دي مش بعدين. قصتنا، الناس قلب علينا الدنيا. بس دي راح فين؟ يا عم ده بقى يا معلم سيد. ايه دول؟ يا عم سيد انت لو انت معاك فلوس انا اتفقت معاك على فلوس. طب ايه يعني دول نعمل بيهم خلي دول ايه؟ معاك علشان خاطر لو احتجتوا رجاله او احتجتوا تجيبوا اي حاجه في وسط المصلحه وانتوا بتراقبوا المعلم يبقى انت معاك فلوس. وده جبل. نوصل للحته يا معلم سيد. بعد ما نوصل للحته هنخلص من المعلم خالص ونتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بينا وبعد كده نطلع الحتت ديت في روقان مع بعضنا كلنا نخلص ونطلعهم. تاخد نصيبك وانت تاخد نصيبك واحنا ناخد نصيبنا. معلومه بقى قبل ما نوصل للحته وقبل اي حاجه على ما نيجي نوصل للحته نعرف مكانها مع الراجل الكبير فين. لو عثرنا فيكم والراجل الكبير معانا هنخلص عليكم. لا مطلوب رقبتك. ما هو انا بقى مطلوب رقبتك. ما هو انا ما خلصتش عليك والراجل الكبير معايا. لو عثرت فيك والراجل الكبير معايا هخلص عليك. ما خلصتش عليك وهيخلص علينا احنا. دي مهمتي بقى انا والراجل ما ده. تبانوش. احنا تحت الارض هتلاقونا مش طيب. هتعرفوا توصلوا ليه. ده اللي احنا بس عايزينه. انتوا لو حصل اي حاجه انا هنبهك بكل حاجه وهيبقى معايا تليفون بيني وبينك وهعرفك. بس لو الراجل عثر فيكم هتموتوا. إحنا والخيانه معاكم. والخيانه مفيش رقبتك. خيانه بقى. بقول لك ماشي الخيانه ما بيننا وما بينكم. الخيانه رقبتك. تمام قشطه. يا عم جبل احنا عدينا الكل عشانهم. هو ودماغه بقى. هو يحس لا بكده. هو دماغه بقى يبقى جاب الموت لنفسه. انا كده بدات افهم انت ما عديتش الكل عشاننا. انت عديت الكل علشان اللي احنا شفناه عشان تبقى كبير يا كبير. يا عم انا عديت الكل عشان نفسي. اي يا عشان جدعان بس يبقى عشان روح ما نبقى بعد فاهمين. يروح. احنا فاهمين. هو مش وقت بقى تبات عشان ولوم احنا كده بنعمل الرؤيه كل واحد بقت. بيهمه مصلحته خلاص كل واحد مساء بيهمه الفل. نفسه. ده انت أكيد. بيهمك مصلحتك وانا بيهمنا مصلحته ده بيهمه مصلحته ده بيهمه مصلحته. اهم حاجه نطلع احنا من ورا الحوار ده كله احنا اللي مستفيدين بس. خلاص احنا كده محدش يعلم علينا ولا حد ينصب علينا. واحنا مرتضيين. بس يا معالي الباشا حصل اي كبير يا عم سيد ماشي. هتبلغني واحنا مش هتلاقوا لينا وجود على وش الدنيا اصلا. احنا موجودين تحت الارض. تليفونك ما يتلقتش. مش تمام. هقول لك تاني. سلم عليا يا معلم سيد. ماشي يا عم محمد. السلام عليكم. يا جدعان بس عايزين ايوه الامور والنفسيات. يا عم عشان يا عم احنا تبقى مفيش حاجة النفس من ناحيتنا. راضيه والدنيا ماشي، زي أنا الفل. قلت مفيش حاجه من انت ناحيتنا عايز والدنيا زي تكبرني الفل. وانا هكبرك. تمام. بس خلاص ودينا احنا في ايدين عايزين. بعض هنوصل للي احنا عايزينه. قولوا للمعلم سيد ان انتوا مش لاقيين لنا اي اثر. خلاص مفيش. العيال تمام طفشت كده؟ من المحافظه خالص. بس ده اللي احنا موجودين. عايزينه. ايوه تمام. من العين دي يلا يا جبل يلا رجاله سلام. السلام عليكم. ليلتكم سعيده يا حبيبي.
معاك بس حجاب يا ريس، قلبنا عليهم الدنيا. ازاي؟ اعمل ايه اعمل ايه يا ريس؟ ازاي؟ انت اللي اديتهم الامان ده يا انتوا مش ريس. رجاله، الناس دي كلها ويلا تعالوا بالسلاح. يلا يلا يا ريس. يلا وانا معاكم.